ماله توريه كانت بيراميدز هيبقى شكلها فرقه ثانيه خالص خالص خالص. فالتصريحات مش في سياق المباراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون بخير. كهربا حطه صح فعلا، كهربا الحباء حطه صح بأمانة، بمنتهى الأمانة، وده اللي احنا كلنا شايفينه على الساحة الرياضية، وكأن الدنيا والكورة وقفت عند موضوع كهربا وعقوبة كهربا ونادي الزمالك هيلعب ولا مش هيلعب، وقرفتونا بده الموضوع. هو في ايه يا جماعة اللي حصل؟ في ايه؟ موضوع كهربا ده أخد أكتر من حجمه بكتير قوي قوي قوي. وكأن ملايكة بجناحها هي اللي مرفرفة على الساحة الرياضية اليومين دول، وعمالين يتكلموا على موضوع كهربا ومفيش عندهم حاجة يقولوها ولا يعملوها غير موضوع كهربا وعقوبة كهربا، والأهلي هينسحب، لا الزمالك هينسحب، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي المفروض يقعد في البيت لا طلع ببيانات، والدنيا متلخبطة ما عدناش عارفين أي حاجة عن أي حاجة، واحنا في بلد مؤسسات، بلد كبيرة زي مصر، مش قادرين يقعدوا رئيس معزول في البيت قاعد يطلع ياخد قرارات، واحنا هنلعب واحنا مش هنلعب واحنا هنروح المطار ونرجع من المطار، وكهربا لازم يتوقف وكهربا. وبصراحه هم اللي مقفورين قوي موضوع كهربا ده، والاهلاويه فرحانه بكده. انا كاهلاوي ممزوج قوي من ان كهربا حرقكم قوي للدرجه دي. ايه يعني كهربا يلعب؟ ايه يعني كهربا ما يلعبش؟ ايه اللي حرقكم؟ يعني في ايه يعني في ايه؟ ما هو كده كده هيتوقف. اتوقف قبل السوبر او بعد السوبر هيتوقف. هو اللاعب غلط؟ غلط. احنا ضد التصرف اللي هو عمله، لان في ناس قاعده ورا الشاشات. المفروض ان انت لاعب في النادي الاهلي، انا ضد اللي هو عمله جمله وتفصيلا. هو فعلا حطه صح بالطريقه بتاعتكم اللي انتوا عاملينها دي كده، حطه صح، لان اثر قوي ووجع قوي وتعب قوي. والزمالك مفيش عنده حاجه يقولها في اعلامه غير عقوبه كهربا والمثل والمبادئ اللي عند النادي الاهلي، واحنا ما اعرفش حصل لنا ايه، واحنا ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ اهدى على نفسك شويه يا عم. ايه يا عم يا سيدي؟ عرفتنا يا عم، هتلعب ولا مش هتلعب؟ انت كده كده هتتغلب، سواء رحت الاهلي هياخد السوبر ان شاء الله، ما رحتش الاهلي هياخد السوبر ان شاء الله. ما انتش عايز تروح، مع الف سلامه، يجي غيرك يتغلب. ما هو اللي جاي هيتغلب سواء انت او غيرك باذن الله. انت مش عايز تيجي وخايف من الفضيحه؟ ما تجيش، ما تعملش بقى موضوع كهربا بقى تلكيكه وتقول احنا مش هنروح عشان المثل والقيم. لا، انت مش هتروح عشان خايف من الهزيمه ما تكونش تقيله، او علقه الكوره ما تكونش جامده ونفضل نحفل، لان احنا من فتره ما حفلناش عليك. وانت قفاك دلوقتي طالب التحفيل يا كبير، قفاك طالب التحفيل. فما تجيش بقى تتحجج بموضوع كهربا تقول لك انا مش هروح السوبر. امال احنا هنغلب مين؟ لما انت مش هتروح تلعب الاهلي في الامارات في كاس السوبر، امال احنا هنغلب مين؟ هنغلب بيراميدز. ما احنا لسه غالبين، وعايزينك انت بقالنا فتره ما غلبناكش، بقالنا فتره ما حفلناش عليك. نحفل عليك شويه بقى، نحفل عليك بقى شويه بقى، خلي عندك دم يا اخي. سايبنا كده من غير تحفيل عليك؟ ولا انت المفروض ان انت تكون اتعودت، المفروض ان انت تكون الوقت اللي طالب الحقنه. انت المفروض اللي تكون طالب الحقنه وتجري على الامارات عشان تعمل كده. عايز السرنجه؟ ده بقى ادمان عندك، هزيمه النادي الاهلي دي. يعني انت يعني الهزيمه من النادي الاهلي ده عندك بقت ادمان. تموت انت ونحفل عليك، تموت. بتفرح قوي، وخصوصا فطوطه بيفرح قوي 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 لما الاهلي يغلب الزمالك. بيفرح قوي بالتحفيل ويطلع يشرب عصير، يطلع يشرب عصير مره اخضر ومره احمر، ومره يقول لك القضيه ممكن، وسايل برنجان على الناس. يعني ده بجد سايل برنجان على العالم. والله العظيم انا بضحك من قلبي. كهربا، عقوبه كهربا، الزمالك مش هيروح الامارات. ما ان شاء الله عنك ما رحت يا عم. يا عم قرفتنا يا سيدي، ما تروحش يا عم الامارات. يجي قفا غيرك يتغلب ويروح، وهم اصلا سنين السكاكين ومستنيين. ايه الو، يلا يا بيراميدز، يلا يا بيراميدز، من غير تاشيرات يا كبير اطلع تلعب يوم الجمعه في الميعاد. امال ايه يا عم؟ ده شركه كبيره هي اللي ماسكه الماتش. ومرتضى بعت للناس في الامارات، الاتحاد الاماراتي، بيقول احنا عايزين نلاعب بطل الدوري الاماراتي بصفتنا احنا بطل الدوري المصري، عايزين نلاعب بطل الدوري الاماراتي ويبقى كاس سوبر اماراتي مصري. والناس قاعده تضحك عليك، الناس قاعده تضحك عليك لان انت بتكلمهم بصفتك ايه؟ هو انت عامل دوره رمضانيه ورايح بالحاره دي هتلاعب الحاره دي؟ انا بجد مشفق على الزملكاويه من هذا الرئيس المعزول اللي خلاص عارفين لما يبقى واحد بيضبش، واحد من كتر الخبطه ما جت على دماغه وجعته قوي فبيضبش، ضبش وهم يضحكوا واحنا كمان بنضحك وزيطين، واحنا ورانا حاجه غير الضحك.
ده احنا هنزعل قوي 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 من انك تسيب الرياضه. يا اخي عليا النعمه، انا هزعل لو انت مشيت من نادي الزمالك. انا كزهلاوي هزعل من لو انت مشيت من نادي الزمالك، بس انت خلاص اتعزلت. انت خلاص اتعزلت. الناس ازاي البلد مش قادره تعانك في البيت وعمال تاخد قرارات واجتماعات مجلس اداره، واذا كان مجلس الاداره اللي انت بتجتمع بيه ده اصلا قدامه 60 يوم بالظبط ويقعد في البيت هو كمان. لو ما عملش انتخابات ومجلس اداره جديد